السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك يفوز على البنك الأهلي رغم أنف محمود معروف. الزمالك للأسف يعني الزمالك بينافس التحكيم، بينافس المنظومة القذرة اللي مش هتتغير. أنا مش عارف لحد إمتى الزمالك هيفضل يقع عليه ظلم تحكيم وفجر. لحد إمتى؟ يعني لحد إمتى الزمالك؟ إحنا فريق أصلا عندنا أزمات مالية وعندنا كل المشاكل اللي في الدنيا وعندنا إيقاف قيد، فأنت كتحكيم عاوز تعطلني؟ طب ليه؟ أنا مش فاهم. النهارده طرد محمد عواد فضيحة رغم الفوز، رغم الفوز. ألف ألف مليون مبروك لكل جمهور الزمالك العظيم. طبعا حط لايك للفيديو يا محترم واعمل شير للبث وقول لنا ايه رأيك النهارده في تحكيم محمود معروف، وايه رأيك هل الزمالك في ماتش التاني على التوالي بيتعرض لظلم تحكيم وفجر؟ ده كده طبيعي؟ يعني ده أخطاء تحكيمية واردة؟ يعني ماتشين اتنين ورا بعض أخطاء تحكيمية واردة عادي؟ للأسف يعني الزمالك للماتش الثاني معقول ده طبيعي؟ يعني اللي بيحصل النهارده ده طبيعي؟ في 20 واحد معايا في اللايف، 24 واحد، حط لايك للفيديو محترم عشان يوصل لاكبر عدد من جمهور الزمالك. رغم الفوز والف مليون مبروك لجمهور الزمالك العظيم، والحمد لله على الفوز. وابو رجل خشب كالعاده هو اللي بيجيب الفوز للزمالك. شيكابالا اللي يقول لك شيكابالا انتهى طبعا كلنا عارفين يقول له ايه. طبعا الناس اللي كانت طالعه تهاجم شيكابالا وتقول لك شيكابالا، وجمهور الاهلي اللي كان بيحفل على شيكابالا النهارده، شيكابالا بيجيب 3 نقط. شيكابالا فعلا جاب 3 نقط النهارده للزمالك. الزمالك رغم النقص العددي في الشوط الثاني ولكن طبعا قدر ان هو يرجع بتصويبه ولا اروع وهدف لاحمد سيد زيزو. الزمالك عاد للمباراه مره ثانيه بفضل طبعا عنده لعيبه مميزه زي احمد السيد زيزو. شيكابالا لما نزل سجل لك هدف بتصويبه ولا اروع. هو شيكابالا هي دي شماله معروفه، شيكابالا وشماله ما بتتعوضش. حط لايك يا محترم، حط لايك معانا 42 واحد في اللايف. حط لايك للفيديو واعمل شير للبث عشان يوصل لاكبر عدد من جمهور الزمالك، عشان نشوف النهارده لحد امتى. يعني النهارده الزمالك كان ممكن يخسر، الزمالك النهارده كان ممكن يخسر ال3 نقاط وكنا ممكن نطلع بكده نقطتين من ثالث ماتش في الدوري. لحد امتى التحكيم هيفضل يجي على الزمالك؟ يعني لحد امتى حد بس يطلع يقول لي يعني الزمالك كل مره تضحكوا علينا واصل والله معلش خطا، ده خطا تحكيمي والتحكيم وارد في كره القدم، ومعلش اصل محمود معروف مش عارف ايه ومش مقتنع بيها. يا جدعان هو في ايه اللي بيحصل؟ طب ما بنشوفش نفس الحكام دول، نفس التحكيم ما بنشوفهمش رجاله ليه على الاهلي؟ يعني نفس التحكيم دول ما بنشوفهمش رجاله ليه على الاهلي؟ هقرا التعليقات دلوقتي بس اخلص. ماشي، نفس التحكيم ونفس الناس ما بنشوفهمش ليه رجاله على الاهلي في ماتشات الاهلي. نفسي مره اشوف مثلا تدخل عنيف للاهلي ينطرد عادي، انما طبعا النهارده بيطرد عواد وكان ممكن الماتش يبوظ رغم تأليف اسوريو اللي هنرجع له بعد شويه، ورغم طبعا ان انت عندك حارس يعني للاسف زي محمد صبحي. النهارده كان الزمالك يعني على الاقل اتطرد مننا محمد عواد ونزلنا حارس المرمى البديل. النهارده محمد صبحي مش عارف يمسك الكوره. فرغم كل الظروف اللي فيها الزمالك عشان وراه جمهور عظيم، جمهور الزمالك وراء في المحن، هو ده جمهور الزمالك مش احنا اللي بنفوز بالتحكيم. النهارده الزمالك رغم انف التحكيم بيقول لك انا موجود، والشيكابالا بيقول لك انا هجيب ال3 نقط لو انتوا هتعملوا ايه. لو جمال علام نفسه ورابطه الانديه كلها وعامر حسين نزلوا النهارده يلعبوا في الملعب الزمالك هيكسب عافيه، هنكسب ماشي. عشان دي تاني مره، دي المباراه التانيه نتعرض لظلم تحكيمي. والناحيه التانيه زبادي بالخلاط محدش بيقول لهم اي حاجه، وكل كره بتتحسب لهم واي فاول بتحسب لهم. طب ليه بتيجوا على الزمالك؟ يعني الزمالك ما عندوش حد يطلع يدافع عنه مثلا؟ يعني انتوا شايفين ان الزمالك دلوقتي ما عندوش حد هيدافع عنه فهتيجوا عليه كلكم؟ لا، عنده جمهور عظيم. جمهور الزمالك جمهور عظيم وهيجي عليك وهيدوس عليك ايا كان انت مين. جمهور الزمالك هيحارب اي حد ماشي. لو انت فاكر ان الزمالك مثلا ما عندوش مجلس اداره فانت هتعمل كل اللي بتعك فيه في الملعب ماشي، ما عندوش مرتضى منصور فانت هتطلع كجمال علام تطلع تعمل الكلام اللي انت بتعمله دوت، والحكام بتاعتك انت ورابطه الانديه بتاعتك. نتمنى نشوف برضه فجر تحكيمي كده لصالح ضد الاهلي. شوف الدنيا ايه اللي هيحصل فيها. نتمنى شوبير لما كان الاهلي، لما الزمالك خد 2 دوري، لما كان الاهلي بيجي كره في العارضه مثلا ولا ضربه جزاء مشكوك فيها كان بيفضل يومين 2 يحلل في الاستوديو التحليلي. بعد ضربه جزاء المقاولين ما شفناش حاجه، يعني ما شفناش جاب كل التحكيم واتصل بيهم وقال جاب كل الناس وقلب الدنيا. ليه؟ لان ده الزمالك عادي كل حاجه بتمشي. خطا تحكيمي ورئيس لجنه الحكام الاجنبي اللي انتوا جايبينه ايه اخباره؟ بس لا بجد والله ايه اخباره يعني؟ ولا هو رئيس لجنه التحكيم بس كده وخلاص يعني جاي ياخد دولارات ويمشي ماشي؟ طب ازاي ان الزمالك بيتعرض للماتش الثاني على التوالي لفجر تحكيمي وخطا تحكيمي ضد الزمالك؟ مش معقول ده يعني صدفه، يعني اكيد مش معقول ده صدفه. ولا انتوا عايزين تنهوا الدوري من الاهلي عشان الدوشه؟ يعني انتوا عايزين تدوا الدوري للاهلي من بدري عشان الدوشه؟ قولوا ما عندناش اي مشكله.
عرفونا، بلاها كوره بلاها منافسه. اصل احنا نفضل يعني نتعب ونسند في الفريق، والفريق اصلا بنسند فيه بالعافيه، وعندنا ازمات وعندنا كل المشاكل دي، وانت كمان جاي تكمل عليا؟ انا مش عارف انت عاوز ايه بالظبط. ده انت عاوز ايه يعني؟ بلاها كوره يا عم، بلاها منافسه خالص. ماشي، رغم الفوز النهارده الزمالك كان ممكن يخسر، رغم الفوز الزمالك كان ممكن يخسر. ماشي، فانا مش عارف لحد امتى يعني، لحد امتى؟ نفسي اشوف خطأ تحكيمي زي كده للاهلي ضد الاهلي عادي. ماشي، نفسي اشوف كده، نفسي اشوف محمود معروف بيطرد الشناوي مره، ده الشناوي مره ضرب الحكم في الملعب يا ما انطردش، ما خدش انذار اصلا. ماشي، لان طبعا كلنا عارفين ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل. برامج التلفزيونيه كلها السياسيه والرياضيه هتطلع تقطع في التحكيم وفي الحكم، عشان كده بيخافوا يجوا على الاهلي. ماشي، انما الزمالك نيجي عليه عادي مفيش مشكله، والحكام بتعمل رجاله على الزمالك. بس النهارده محمود معروف ماشي عامل لي على حسب ضربه جزاء، ورجع لغى ضربه الجزاء، وعمال طبعا لان الزمالك هو عارف ان مفيش مرتضى منصور هيطلع يشتمه، ومفيش حد، مفيش مجلس اداره. ماشي، فعشان كده ده منظر التحكيم. لحد امتى هنستحمل الناس دي؟ لا بجد والله يعني، لحد امتى هنستحمل الناس دي؟ ماشي، ده منظر تحكيم؟ ده منظومه؟ دي منظومه يعني؟ رغم ان الزمالك كسب، الزمالك كسب لان ربك كبير، ربك كبير. هم كانوا ناويين ليك ان انت تخسر النهارده، هم كانوا عاوزينك تخسر النهارده عشان جمهور الاهلي يشمت فيك ويفرح. ماشي، يعني هم النهارده كانوا عاوزينك تخسر. ماشي، انت هو النهارده كان عاوزك تخسر. فالحمد لله وربنا كبير، الزمالك قدر ان هو يفوز ويرجع. ليه؟ لان جمهور الزمالك اللي في المدرجات الوحوش، جمهور الزمالك العظيم، اللاعيبه الرجاله اللي رغم انف محمود معروف لزنت الشوط الثاني دست على نفسها، وزيزو سجل هدف الاول والزمالك عاد للمباراه. تمام، هو ده الزمالك. نتمنى ان احنا يعني يكون عندنا موقف، لازم يحصل موقف، لان اللي بيحصل ده مش طبيعي. المره الثانيه على التوالي بتطرد لك حارس المرمى، طب انا هلعب بمين طيب؟ مره الماتش اللي قبله طرد محمود علاء، تمام، وبعدين الماتش اللي فات ضربه جزاء، ومحمود معروف كمان مدي 6 دقايق وقت بدل ضايع. الدقيقه بعد 97 وهو مش عاوز يصفر، الدقيقه 97 ومحمود معروف مش عاوز يصفر. شفت هو بيصفر زعلان والله العظيم، هو بيصفر ان اللي الزمالك كسب. ماشي، ده التحكيم يا سيدي، هو ده التحكيم المصري. اهلا بكم في منظومه التحكيم المصري والدوري الاعظم مش عارف ايه، وشاء من شاء وابى من ابى، لازم نادي واحد ياخد الدوري والباقي دول مش مشكله. طب احنا عاوزين منافسه شريفه يا عم، انا ما بقولش ليك احكم لي، انا عاوز منافسه شريفه، عاوز تحكيم بالعدل. انا عاوز تحكيم بالعدل. كره عواد ايه اللي فيها عشان ينطرد؟ لاعب دخل اتزحلق، اللاعب التاني نط من فوق ورمى نفسه، ده فاول. طب اديها فاول وانذار؟ لا طرد. طب روح شوف الفار، هشوف الفار، بس انا والله مش مقتنع. التحكيم المصري بقى بالاقتناع دلوقتي، وانا بقول لك اتحجب يا عم، ايه اللي مش مقتنع؟ انا بقول لك البس الحجاب مثلا. حاجه غريبه وحاجه عجيبه بتشوفها في الدوري المصري. معانا 25 واحد 28 في اللايف، دوس لايك للفيديو محترم، وقول لي رايك في النهارده في التحكيم، وقول لي مين هو راجل المباراه النهارده. ماشي، واللي جاب ال3 نقط مين؟ هو ابو رجل خشب، كلنا عارفين. واللي يقول لك شيكابالا انت قول له ده عندها. دي الجمله اللي بتزعل كل جمهور الاهلي. ليه؟ لان شيكابالا، انت عارف مثلا لو كان اوباما اللي جاب الهدف بتاع ماتش ارتا سولار مثلا وحاتم بطيشه، قال مثلا اللي يقول لك اوباما انتهى، قول له ده عندها، ما حدش كان هيتكلم، ولا كان هيحصل بتاع، ولا كان حد هيتكلم في الاخلاق والتربيه والكلام ده. لا، ده عشان شيكابالا دي الحراق المشطشط. ماشي، الحراق المشطشط هو اللي جاب الهدف، والكلمه طلعت عليه، فعدنا في مجتمع الاخلاق. خلاص احنا دلوقتي لابسين عباءه الاخلاق. انما طبعا لما حسين الشحات يسيب بالدين في الملعب، لا عنده حق، ده الراجل كان بيدافع عن مراته وشرفه وما اعرفش ايه. ماشي، حاجه عجيبه وحاجه غريبه بتحصل في الدوري المصري. النهارده الزمالك بيتعرض لظلم تحكيمي، انا مش عارف ليه. ماشي، عشان خاطر مين؟ انا لسه بلعب في اول الدوري وماشي بزق في اللعيبه بالعافيه، والمدرب عمال يالف ومستحمله، وعندي مشاكل الدنيا. انت عاوز ايه مني؟ انت عاوز ايه مني؟ سيبني في حالي. يعني انت عاوز ايه مني اكتر من كده؟ يعني نقفل النادي خالص؟ ان كان الزمالك ده هنقفل النادي ونرتاح نقفله، ان كان ده هيريحكم اقسم بالله العظيم، ان كان ده هيريحكم نقفله. انما كل مره تيجي عليا، كل مره تيجي عليا، معلش ومعلش هضحكوا عليك بكلمتين، معلش ايوه، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ يعني انا لسه في اول الدوري، لسه في اول 3 جولات. هو انا بنافس مثلا الاهلي؟ امال لو بنافس الاهلي بقى نقطه بنقطه هتعمل معايا ايه؟ يعني انا لو بنافس الاهلي هتعمل معايا ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ومنظومه عامر حسين اللي بيأجل ماتشات للاهلي على حسب المزاج، ورئيس رابطه الانديه اللي طول النهار يطلع يقول لك احنا افضل نادي في الكوكب. نادي احنا عندنا اقذر منظومه في العالم، اقسم بالله احنا عندنا اقذر منظومه. الزمالك لو ما كانش فاز النهارده كان زماننا دلوقتي بنصيح عشان التحكيم. فما تخليش ان فوز الزمالك ينسيك
ان في فضيحه تحكيميه للماتش الثاني على التوالي ضد نادي الزمالك. ماشي، في فضيحه حصلت، في هنا فضيحه حط سبوت عليها عشان بعد كده ماشي ما حدش يقول لك اصل احنا النهارده لو نسينا هيجوا عليك بعد كده عادي، ممكن ما تعرفش تعوض. يعني الماتش ده ربنا كرمك عشان انت ربنا كبير النهارده. ماشي، النهارده في فرحه على السوشيال ميديا، النهارده اخواتنا في فلسطين وكل الناس في حاله على السوشيال ميديا حلو، فالنهارده ربنا كبير قال لك هنكمل الفرحه دي. جمهور الزمالك مش هيزعل النهارده. ماشي، جمهور الزمالك مش هيزعل النهارده، فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نفوز رغم انف الحكم محمود معروف. محمود معروف النهارده طالع من الملعب زعلان ان هو انا كنت طارد محمد عواد عشان تكسبه، الزمالك يكسب ازاي؟ ماشي، النهارده فضيحه تحكيميه يعني مش عارف لحد امتى الزمالك هيفضل في القرف اللي هو فيه ده، او جمهور الزمالك هيفضل مستحمل الناس دي لحد كده. قال لك التصوير مش حلو والحكام جبنا تصوير وجبنا رئيس لجنه حكام اجنبي وجبنا كادرات وجبنا مصورين وجبنا فار مش عارفين يحكموا برضه. يا عم راح شافها في الفار وما لغاهاش. يعني انا قلت شافها في الفار خلاص اهو، شاف في الفار قلنا خلاص هيلغي الكارت الاحمر ممكن يدوله انذار. ماشي مثلا، لا ده كارت احمر. طب ما لمسوش يا كابتن، يا كابتن ما لمسهوش، مين اللي هيحاسب على المشاريب دي؟ هتوقف لي بقى محمود معروف، هتنفي من البلد، انا بقى كزمالك استفدت ايه؟ يعني مثلا ماتش المقاولين الزمالك اتظلم وامين عمر اتوقف شهر، انا كزمالك استفدت ايه؟ لا ما استفدتش حاجه، ضيع مني نقطتين اتنين. طب ماشي انا استفدت ايه دلوقتي؟ النهارده في الماتش التاني على التوالي بتجيب لي حكم ماشي بيعمل فضيحه. النهارده محمود معروف كان هيعمل فضيحه فعلا، الزمالك كان هيخسر، الزمالك كان ممكن يخسر النهارده. فعشان كده بقول لجمهور الزمالك ما تخليش ان فوز الزمالك النهارده ينسيك ان كان في فضيحه تحكيميه النهارده في الملعب. كان في النهارده فضيحه تحكيميه وفي انذارات وفي متحامل على اللعيب. ماشي، فهو في الشوط الثاني لما حس ان هو غلطان، النهارده في الشوط الثاني انت حسيت ان لما حس ان هو غلطان فعلا وان الزمالك ما يستحقش ان هو ينطرد منه لاعب في الشوط الاولاني. ماشي، بدأ في الشوط الثاني ان هو ايه يدي كل لعيبه البنك الاهلي انذارات عشان يعوض الطرد بتاع الزمالك. ماشي، وفعلا انطرد محمد فتحي لاعب البنك الاهلي والزمالك لعب 10-10. طب انا ليه؟ طب ما انا كنت ممكن افوز وانا مش مطرود مني حد، ايه المشكله؟ طب تطرد مني لاعب ليه النهارده؟ نفسي بقى اشوف النهارده شوبير واشوف سيف زاهر واشوف كل الناس الحلوين اللي كانوا بيدافعوا عن الاهلي، ولما الاهلي بيتظلم تحكيميا الدنيا بتتقلب وبيجيبوا لك كل الحكام اللي في العالم، بيجيبوا لك كل الحكام اللي في العالم كلها يقول لك ايه رايك في ضربه الجزاء دي مثلا، او ايه رايك في الفاول ده. نفسي اشوفهم بقى النهارده بيدافعوا عن الزمالك النهارده بقول لك لا ده في حاجه غلط. ماشي، نفسي اشوف الناس دي بتقول النهارده ان الزمالك عنده اتظلم تحكيميا وفي حاجه غلط. ماشي، طبعا ما حدش هيتكلم، كله هينسى ده الزمالك كسب خلاص يا عم يلا يلا انسى انسى مش مشكله هينسوا. لا مش هننسى. ماشي، مش هننسى. النهارده لولا فضل ربنا واللعيبه الرجاله اللي في الملعب والجمهور العظيم اللي فضل يهتف لاخر الماتش، الزمالك كان ممكن يخسر او يتعادل ويضيع منه نقطتين او يضيع الثلاث نقط لولا شيكابالا. شيكا النهارده هو اللي جاب الثلاث نقط. شيكابالا النهارده في سن ال 36 سنه ولسه فعلا الذهب. يعني اقول لك ايه بس، ذهب لسه زي ما هو. هو شيكا اللي عارفينه، هي دي شماله، هي دي شماله ابو رجل خشب بيجيب ثلاث نقط للزمالك. اسطوره، هو ده اللاعب. ماشي، لا تقول لي بقى مش عارف مين ولا مين، هو ده شيكابالا ممكن يلعب معاك لحد 40 سنه عادي. ماشي، ورغم كده جمهور الزمالك بيطلع يهاجمه يعني في بعض الجماهير الاهلي تقول لك ده شيكابالا دوت مش عارف المفروض يبطل كوره. طب انت مالك؟ وفي بعض من جمهور الزمالك في ماتشات مثلا نزل فيها شيكابالا في الزمالك اتعادل او خسر يقول لك ما تعتزل يا شيك. يعني هو شيكا اللي حاش عنك الفوز النهارده، شيكابالا بيجيب لك الفوز وماتش سولار الزمالك شيكابالا بيجيب لك المكسب وبيسجل لك الهدف الثاني وبيساعد ان الفريق يفوز. هو ده شيكابالا عنده 36 سنه وما زال بيحارب مع الزمالك. فعشان كده كل جمهور الزمالك العظيم لازم تدعم لعيبتك اللي كانت النهارده بتلعب في الملعب وتموت نفسها في الملعب. النهارده للاسف محمد صبحي، يعني محمد صبحي النهارده يعني قلنا عواد موجود والحمد لله والواحد مطمن النهارده. لولا عواد في الشوط الاولاني الزمالك كان المفروض يعني كان ممكن يتغلب ثلاثه. لولا عواد في الشوط الاولاني قبل الطرد الزمالك كان هيتغلب ثلاثه. عواد شال انفرادات وهجمات مرتده على الزمالك حرفيا فيلم رعب. يعني اقسم بالله وانا قاعد بتفرج فيلم رعب. حط لايك للفيديو يا محترم، حط لايك يا اللي لسه داخل، الناس المحترمه اللي لسه داخله معايا الفيديو حط لاف للفيديو وقول لي رايك النهارده في اللي حصل والفضيحه بتاعت محمود معروف. ماشي، النهارده شيكابالا زي ما قلت هو اللي جاب الثلاث نقط، وعواد كان ومحمد صبحي كان ممكن يخسر الزمالك النهارده للاسف. محمد صبحي عاوز يجدد مع الزمالك وطالب رقم كبير، طالب 15 مليون في السنه. طب انت طالب 15 مليون على ايه؟ ده بجد والله يعني الكلام ده محمد صبحي، انت طالب 15 مليون على ايه؟ يا عم عاوز تروح الاهلي روح والله هنوديك الاهلي فري. انما اشوف النهارده
الكره تخبط فيك وتخش. الماتش اللي قبله فضيع برضه، وماتش التا سولار عمال تقلش. وفي يا عم فيك حاجه غلط، في اعداداتك فيها حاجه غلط. ماشي، لازم حد يقعد معاه، يا اما هو مش عاوز يجدد يا باشا بالرقم اللي الزمالك عرضه عليه يتفضل يمشي، ما عندناش اي مشكله. الزمالك مش هيقفل. الزمالك مش من عنده مين؟ طارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى محمد وبن شرقي. ماشي، مش اللي مشي. الزمالك مش هيقفل ليه؟ في جمهور، في ناس بتدافع عن تيشيرت الزمالك وبتحارب في الملعب. في عندك افضل لاعب في مصر زيزو، افضل لاعب في مصر عندك. محتاج بس ان انت تعمل تدعيمات للفريق وتجيب مدير فني واقعي. انت محتاج مدير فني واقعي. ماشي، النهارده اوسيريو في الشوط الاولاني بيفضل يالف. اصل بعض الناس بتقول لك جيب له اوسيريو صفقات وبعد كده احكم عليه. احكم عليه على ايه؟ النهارده الشوط الاولاني غير الشوط الثاني. كل الماتشات اللي قبل كده الشوط الاولاني بننزل بتشكيل غلط وبنعدل في الشوط الثاني. طب ما ننزل بتشكيل صح من الاول ونخلص الماتش. يعني الزمالك في الشوط الاولاني في ماتش البنك الاهلي كان ممكن يخلص الماتش. في كوره جت لعمر جابر كان ممكن يخلصها، في اكتر من كوره جت كانت ممكن تخلصها. النهارده سيف الجزيري وهو طالع انا اكتشفت ان هو كان بيلعب. النهارده سيف الجزيري وهو طالع اكتشفت ان هو كان بيلعب. ماشي، يعني سيف الجزيري النهارده مش هو ده سيف الجزيري. ناصر منسي قعدوا على الدكه لما نساك كوره، طب ما تنزل ناصر منسي. حتى نيمار قعد على الدكه لما نسي الكوره. يعني المدير الفني دوت قبل ما يمشي هيكون كده ايه؟ يعني نضيع لنا 3 4 لعيبه وهو ماشي قبل ما يعني مستواه مش في يعني نيمار ده كان مشارك مع الزمالك ما فيش نيمار. ناصر منسي كان كويس وكان ماشي كويس قبل الاصابه. ما تعرفش فيه ايه اللي حصل. فالنهارده رغم الفوز ورغم انف التحكيم ورغم كل حاجه الزمالك الحمد لله قدر ان هو يفوز. والف مليون مبروك لكل جمهور الزمالك العظيم على فوز طبعا بهدف عالمي لشيكابالا وهدف ولا اروع لزيزو. لعيبه الزمالك بتمتعك، بتعمل لك حماس، بتحب انت تتفرج على ماتشات الزمالك كده ان هي فيها تحدي. ماشي، ايه المتعه؟ ان انا يكون عندي كل حاجه مثلا جايب 15 لاعب وكلهم نجوم. ماشي، وانا عارف ان انا هنزل اكسب الماتش قبل ما العب. ليه؟ لو ال 15 لاعب النجوم بتوعي ما كسبوش الماتش التحكيم موجود. الاهلي بيقع واخد كل اللعيبه اللي في مصر حاططها عنده وعاوز ياخد فتوح وعاوز ياخد زيزو، وهو عارف 150% بيكون رايح اي ماتش 150%. هو عارف ان هو هيفوز. ماشي، لو هو مستواه وحش التحكيم موجود. تمام، ورغم كل ده انا عاوز زيزو، انا عاوز فتوح، وكأن الزمالك ده مش موجود. كأن الزمالك ده شفاف مثلا. ماشي، اكن الزمالك ده شفاف. فالحمد لله على الفوز وعلى المكسب. كنت هتبقى صعبه جدا ان الزمالك يعني يضيع كمان نقطتين او 3 نقط. فكان الموضوع هيكون صعب جدا ان احنا نلعب 3 ماتشات في الدوري واحنا لسه بادئين الدوري ومعانا نقطتين. كان الموضوع هيكون صعب على الزمالك. فالحمد لله مع النقطتين اللي قبل كده مع فوز النهارده الزمالك مع 5 نقاط. نعدي بس نمشي الدنيا لحد يناير، نمشي الدنيا بس لحد يناير. يجي مجلس منتخب ناس محترمه تدعم على قد اللي ما تقدر. نجيب بس صفقه 2 كده نسند في المراكز اللي ناقصانا. النهارده الزمالك ما عندوش حد. النهارده الزمالك بيطلع مثلا دونجا عشان الانذار، المدير الفني خاف لا ياخد انذار وينطرد. ما عنديش غير رؤى بره. يعني انا ما عنديش غير رؤى بره. ماشي، فللاسف النهارده رؤى برضه نزل كام كره كده مش عارف يباصي بتتقطع ولا بيقطع. فالموضوع صعب. الزمالك محتاج لاعب في نص الملعب على الاقل في يناير. ممكن بقى الصيف نبقى نجيب بقى 2 لاعيبه او نعمل اللي احنا عاوزينه. محتاج مهاجم او صانع العاب او جناح مع زيزو وشلبي، لان طبعا الموسم طويل لا قدر الله لو حد اتصاب فيهم فالموضوع هيكون صعب على الزمالك. النهارده ابراهيم نضاي انا مش عارف اللاعب ده يعني قاعد لحد دلوقتي في الزمالك ليه وبياخد بالدولار. يعني هو ياخد بالمصر زيه وزي الناس يا يمشي يجيب عقد ويمشي. لان والله العظيم النهارده حنكشه في الملعب غير طبيعيه قبل ما يطلع. ماشي، يعني حنكشه غير طبيعيه من ابراهيم نضاي. انا مش عارف ابراهيم نضاي كان يعني شايف ايه واحنا مش شايفينه عمال يحنكش طول النهار في الملعب. ماشي، فعشان كده النهارده زي ما قلت ما تخليش فوز الزمالك النهارده ينسيك ان كان في فضيحه تحكيميه في الشوط الاولاني والزمالك كان ممكن يخسر الماتش وكان ممكن يضيع منك 3 نقط. كان ممكن يضيع منك 3 نقط. ماشي، فعشان كده النهارده هو مين اللي جاب لك ال3 نقط؟ شيكابالا. اللي يقول لك شيكابالا انتهى اقول له ايه؟ اكتب لي في كومنت دلوقتي، اكتب لي في كومنت اللي يقول لك شيكا انتهى اقول له ايه. ده عشان بس الناس اللي بتقول لك اللي بتقول لك ان شيكابالا كبر. والنهارده شيكابالا احسن من ناس كتير لسه شباب، احسن من ناس كتير لسه بتبتدي مشوارها الكروي. ماشي، الذهب الذي لا يصدأ هو شيكابالا. ماشي، بيجيب لك 3 نقط وبيفوزك وبيخليك توصل للنقطة ال5 رغم أنف الحكم ورغم التحكيم السيء ورغم كل المشاكل اللي عندك. الحمد لله وألف ألف مليون مبروك لكل جمهور الزمالك العظيم. وزي ما قلت محمد صبحي النهارده عمل خطأ فادح. يعني احنا مطرود مننا واحد يا صبحي، احنا مطرود مننا واحد. مش مستاهله ان انت كمان تيجي علينا. يعني الكرة مش عارف تمسكها. انا مش فاهم في ايه الكرة مش عارف تمسكها ازاي.
ماشي، انت حارس كبير، المفروض انت حارس منتخبات، وفيتوريا معجب بيك في منتخب مصر، فانت لازم تثبت ده على ارض الواقع عشان اديك 15 مليون تكون بتجيب لي دوري، بتجيب لي كاس. انما هديك 15 مليون عشان اشوف الفضايح دي والقلاشات، وكل ماتش بفضيحه يعني. ماتش خطا فادح، خطا فادح. ماتش ارتا سولار هناك برضو الهدف الاولاني انت اللي سجلته في الزمالك، برضو كره قلشت، والمدافع بتاع المهاجم ارتا سولار سجل هدف. فنتمنى ان شاء الله زي ما قلت حد يقعد مع المدير الفني، لان اللي بيحصل ده يعني الزمالك بيضيع شوط كامل ويبتدي يلعب في الشوط الثاني كل مباراه. ماشي، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش اللايك والشير والكومنت، وتقول لنا ايه رايك، او تقول لنا مين راجل المباراه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.